نادي النصر. طبعا انا حزين لهذا الموقف اللي اتخذه او اتخذته طبعا، لانه الرئيسه الحقيقيه السيده صاحب الدكتوره صاحب يعني. لانه ما ينفعش ان احنا، يعني انا اسف، ده في نوع من المزايده لسبب بسيط جدا. ما انت عندك افتتاح قناه السويس يوم 6/8. احنا عايزين نقول للعالم ايه؟ ان الرياضه وقفت. احنا عايزين نقول للعالم ايه؟ ان مصر وقفت. فانا شايف ان ده موقف طبعا انا يعني حزين من وكان بيكلمني الاستاذ جمال علام من شويه. وكان في محادثه مع السيد وزير الشباب والرياضه برضه من شويه معايا. طبعا وزير الشباب والرياضه ما بيتدخلش، لكن هو زعلان لان اللي بيجمد النشاط اتحاد الكوره. أيوة. وبعدين انت عندك في عقوبات هتوقع على ناديك وعلى اللعيبه من غير مناسبه. كلنا يعني حد يقدر يزايد على وطنيه مرتضى منصور يا كريم؟ وانا كل يوم بطلع بقول للارهابيين وحرام ودي مصر وفين يعني ما حدش يقدر يزايد. ومع ذلك ده جزء وده جزء. يعني هتوقف الرياضه، خلاص ماشي، وقفنا الرياضه. ووقف الانتخابات، وقفنا. طب وقف السياحه، ووقف بقى البنوك، ووقف حياتنا كلها اليوميه. بالظبط. انا طبعا، لكن انا كنت عايز اسال سؤال. وطبعا انا طبعا صاحبي جدا 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 اعتز بيه. لو كان في امل لنادي النصر انه ما يهبطش السنه دي، او كان بينافس على المراكز الاربعه الاولى، كان ياخد هذا الموقف؟ انا بقول لك وباكد لك لا. لا لا لا، ده انا اسف يعني. وبعدين ما يجيش من نادي اسمه النصر كمان، حتى اسمه. يعني النهارده احنا عندنا معركه في سينا، ان شاء الله اولادنا هناك اخواتنا في الجيش هينتصروا. النهارده كان في معركه في 6 اكتوبر مع ارهابيين. لو احنا بقى وقفنا الحياه وقلنا لا سياحه ولا قناه برلمانات ولا كوره ولا، طب ما هو عايز كده، هو عايز يقول للعالم انك وقفت. صح. واخد بالك؟ لكن احنا عايزين نفضل